كابتن فالفيردي قال لك إيه يا معلم؟ قال لك لو هي شغاله ما تلعبش فيها. فانا كان عندي اعلى فيديوهات موجوده في القناه هي حلقه كلوزر القصص، قلت مش هعملها تاني او ما عملتهاش تاني. ده برضه اللي حصل مع اللاعب اللي كان يتكلم عليه في القصه النهارده، انا قلت هعملها بقى. رجعنا تاني هنتكلم عن لاعب عمل نفس الحوار وقال لك يا معلم ما دام شغاله هلعب فيها. مين ده؟ هو نيمار. عمل ايه؟ بعد ما مشي من برشلونه كميه قرارات غلط اتاخدت، اصبح ان بدل ما بالون دور ماتيريال وبدل ما لاعب تقدر تعتمد عليه قدام وهو بعد ميسي ورونالدو في العالم، بقى دلوقتي بيطلع بره قائمه الهلال عشان في لعيبه تسجل ما جاش تتقارن بيه. هنتكلم عن نيمار من اول ما كان في سانتوس وبعد كده عدى مساير كتير قوي، كان في برشلونه ولا باريس سان جيرمان. نتكلم بس عشان مشي ولاكس كلام على جديد. عايزك ماجد ودي منتدى. يلا نخش في الحلقه. بقول لك ايه بس قبل اي حاجه، يعني انا اسف لو في مشكله في الفيديو بسبب الصوت، بس بجد حاول احسن الصوت بطريقه كبيره. فقولوا لنا الصوت حلو ولا لا في الكومنتات. يلا بينا نتكلم عن نيمار. طيب في 1992 في 5 فبراير بالظبط، في حي من احياء البرازيل اتولد لاعب اسمه نيمار جونيور دي سيلفا. نيمار هو عنده سنه واحده بس عمل حادثه مع ابوه وامه. دي مش حاجه رئيسيه في الحلقه ودي مش حاجه هتبان عليه حاجه قدام، بس دي السلطات اللي هتنزل على الترابيزه قبل الاخبار الرئيسيه اللي نيمار عملها حرفيا مع منتخبات. عشان هو منتخب اول ومنتخب ناشئين ومنتخب اولمبي، وحرفيا مع كميه الانديه اللي نيمار لعب فيها كميه كلام هيتقال عن نيمار. ونبدا الاول بسانتوس. طيب الاول كده مين مكتشف نيمار؟ هو اللاعب بيتو. بيتو هو لاعب الاتحاد السعودي ولاعب اشبيليه ولاعب منتخب البرازيل. بس هنا نيمار ما كانش بيلعب كره قدم كنادي او كعشب، بيلعب كره صالات. كره الصالات كان حرفيا اي ماتش لنيمار او النادي الاوروجواي اللي نيمار كان بيلعب فيه، حرفيا المدرجات كلها ممليه، المدرجات كلها على عينيها عشان يتفرجوا على اللاعب المهاري الصغير اللي عنده 8 سنين او 9 سنين وحرفيا ممرمط كل اللعيبه اللي في الملعب. عشان بس تتخيل انا بقوله لك ان في لاعب بحجم روبينيو، حرفيا نجم ريال مدريد ونجم اي سي ميلان في الفتره دي، يستثار ان الكلام اللي في البرازيل بيقولوه، او هناك ساعتها ما كانش في سوشيال ميديا فكان في ساعتها كلام بيتقال في البرازيل كلها، ان الكلام يتقال في البرازيل كلها ان في لاعب بيلعب كره صالات جامد جدا. فالكلام يستثار ان انا راح اشوفه. فروبينيو راح اتفرج عليه وساعتها عمل حاجه غريبه، انه راح اقنع لعيبه سانتوس واقنع اداره سانتوس ومدربين سانتوس يا معلم ان في واحد جامد قوي احنا ممكن نبص عليه والواد ده اكتشاف. طيب هنا بقى ساعتها اداره سانتوس راحت تعاقدت وش معاه، يعني في نجم بحجم روبينيو قال لك يا معلم الواد ده جامد، فراحوا تعاقدوا معاه. وبعد ما تعاقدوا معاه جه ما لعبش كره قدم، هو ما لعبش كره في العشب، هو لعب كره صالات برضه. ففضل في نادي سانتوس يلعب كره صالات برضه بعد ما اتعاقدوا معاه. فمين بقى يبص عليه ويقول لك الواد ده جامد جدا ممكن نبص عليه ونتفرج عليه ونجيبه؟ هو ريال مدريد. وجايب لك بقى الصور في ريال مدريد في اوضه اللبس مع نجوم ريال مدريد ومع روبينيو بالذات. حرفيا هو عمل فتره معايشه. بس هنا بقى يا معلم سانتوس مسكت في العرض او مسكت في اللاعب وقالت لك لا يا معلم هو مش رايح في حته، هو قاعد معايا ومش رايح في حته. وما اتفقوش على الاسباب الماديه او المشاكل الماديه حصلت كتير قوي ما بين بريز وبين اهل نيمار ونادي سانتوس، ففي 3 اطراف اصلا مش متفقين على العقد. فالصفقه باظت ونيمار فضل في سانتوس يلعب كره صالات وما عملش اي حاجه وما اتحسنش وما حتى ما طلعش على عشب، هو لسه في كره الصالات. عشان بعد كده يطلع نيمار في 2009 يوم 7/3 يلعب اول ماتش ليه قدام فلامينجو. فانت تخيل بتلعب نهائي الكاس قدام فلامينجو في البرازيل، قدام غريم كبير قوي. فلامينجو ساعتها كان عندها مين بقى يا معلم؟ كان عندها اسطوره الكره البرازيليه واسطوره الكره في التاريخ رونالدو، يعني بديهيات قوي، يعني بتلعب قدام رونالدو في قلب البرازيل قدام فلامينجو وانت لسه لاعب صاعد اكيد هتخسر، بديهيات اهو. هو خسر، بس الخساره دي هو عوضها قدام وهنتكلم عليها قدام، عشان بعد كده يبقى في اول 3 ماتشات ليه سجل جون واحد. لاعب عنده 17 سنه لسه صاعد مع سانتوس. عشان لك ان تتخيل يا معلم ان واحد عنده 18 سنه في 2010 بعديها بسنه بس ما تصعد للفريق الاول بقى نجم الفريق، مسدد للبلانات اي بلان هو اللي بيشوطه، مسدد الفاولات اي فاول هو اللي بيشوطه، اي ركله ركنيه هو اللي بيشوطها، نجم من نجوم الفريق.
هو مش ناقص له غير شوط الكابتن ويبقى حرفيا هو عمود من اعمده الفريق وهو نجم من نجوم الفريق. عشان يا معلم بعد كده يقعدوه دكه في ماتش واحد، والله هم غلطوا وقعدوه دكه. فقال لك انتوا بتقعدوني دكه، طب انا نازل وخد الاول وخد التاني وخد التالت وخد الرابع وخد الخامس، سجل 5 تجوان في 40 دقيقه. فحرفيا هو نزل فاتج الدنيا وماتش خلص 7-5 منهم مسجلوا نيمار. طيب حتى على الماشي كده، لو فاكر ان عرض برشلونه اول عرض لو نيمار يتقدم له بعد عرض ريال مدريد طبعا، فانت غلطان يا معلم. هو قدم له عرضين من الدوري الانجليزي، واحد من ويست هام في الاول ب 14 مليون، وقال لك يا معلم عايز تفسخ عقده ب 30 مليون وهيفسخ عقده خده. وبعد كده تشيلسي قال لك يا معلم والله خد 28 اهمت ويعني وحلال عليك بقى، فاهم؟ هاخد اللاعب وخد 28. قال لك لا مش عايز 28 مليون، وعارف ان اللاعب ده هيبيعه قدام قوي بفلوس كبيره قوي. وحرفيا ده اللي حصل. عشان بعد كده نيمار يبقى هيموت ويمشي من سانتوس، لان جاي له عقود من الدوري الانجليزي الدوري الاكبر في العالم في 2010 عشان ينافس رونالدو. فحرفيا نيمار قعد متمرد على النادي 3 اسابيع وما بيلعبش وما بيروحش التمرينات وحصل مشاكل كبيره قوي. ودي هو نيمار مش هيتغير وعقليته مش هتتغير بالجنيه. عشان نيمار حب يعرض نفسه تاني وحب يرجع تاني للساحه ويقول لك لا يا معلم انا موجود وانا ممكن يلعب عليا تاني بفلوس اكتر من اللي انتوا عرضتوها. فيروح مع كوبا امريكا مع منتخب البرازيل للشباب، فيروح بيرو عشان في اول ماتش ليه قدام بوليفيا يجيب 3 اجوان. كمان عنصر اساسي في ان البرازيل تكسب كوبا امريكا ساعتها، عشان يدخل كاس كوبا ليبرتادوريس النادي بعد 1963 وضرب انت يا معلم في 2010. فتخيل كميه يعني بيليه اخر لاعب خد كوبا ليبرتادوريس مع سانتوس. مثلا يا معلم لما اجي اقارن لك مثلا معلول بابو تريكا او اقارن لك زيزو بحازم امام، فحرفيا هو كونه نيمار ببيليه وقال لك ده بيليه الجديد وده حرفيا هيطلع بره يكسر الدنيا. بس ما عرفوش بقى ان ده نيمار مش بيليه، لان نيمار اللي عمله بعد كده هو كلها حرفيا من اول ما راح من برشلونه واول ما طلع من النادي هو كوارث. الجاي ده كله كوارث يا معلم. شفت الحلويات اللي عملها بقى مع المنتخب ولا عملها مع النادي؟ الباقي كله كوارث يا معلم. يتقل بس حبستك قدام ده. عشان طبعا بعد ما كسب كوبا ليبرتادوريس راح كاس العالم انديه، فيروح بقى يقابل مين؟ يقابل برشلونه. عشان بدل ما يبقى خسران 1 و2 و3 في النهائي يبقى خسران 4 وميسي جايب 2. مين مدرب برشلونة ساعتها؟ هو جوارديولا. ومين نجم برشلونة؟ هو ميسي. حرفيا دي كان آخر أو من أواخر الماتشات اللي لعب فيها نيمار عشان يطلع في الصحافة بعد ما كان خسران يقول لك يا معلم والله أنا أخسر عادي من برشلونة، ده أعظم نادي في التاريخ وفي نجوم وأنا كويس أصلا إنك خسرت 4. فأنت حرفيا بوظت الدنيا كلها مع سانتوس. بعد كده برشلونه تبص عليه وتقول لك في واد اهو حلو اهو في البرازيل راح نجيبه بقى. فنيمار يروح برشلونه ب 88 مليون. انت فاكر عرض تشيلسي كان بكام؟ كان ب 28. فده الضعف. هو حرفيا اتدبل في 2 عشان برشلونه تروح تجيب نيمار ب 88 مليون ويجمعوا اول ان في النادي ميسي ونيمار. فبعد كده يطلع كباتن الفريق او البقرات المقدسه حاليا يطلعوا زي ألابا وبوسكيتس وداني الفيش وميسي، يطلعوا يقول لك يا معلم ده واحد زي نجم جيله او اسطوره او نجم هيبقى حرفيا هو نجم الجيل الجاي وهو احسن لاعب حاليا في الجيل. هو انضم لينا وانا اكيد مبسوط بيه. ومش برشلونه بس اللي طلعت اتكلمت عليه ولا نجوم برشلونه بس اللي طلعوا اتكلموا عليه، ده بيريز بالذات طلع اتكلم عليه وقال لك احنا فشلنا نجيبه ومبروك لبرشلونه. بس هما ساعتها كان لازم يغطي على الفشل ده. راح جاب مين بقى يا معلم؟ راح لتوتنهام. راح جاب جاريث بيل. جاريث بيل قضى معاه السيزون او نص السيزون لحد ماتش الكلاسيكو، اول ماتش ما بين بيل ونيمار. الصفقتين اللي جايين حرفيا مترددين. حرفيا نيمار هو نجم برشلونه اللي لسه جايبينه جديد اللي هو حرفيا هيبنوا عليه امال، لاعب عنده 19 سنه برازيلي. والناحيه التانيه صفقة تغطية الفشل وهو بيل اللي حرفيا راح يجيبوه عشان يغطي فشل صفقة نيمار. فبيل يخسر 2-1 قدام نيمار وما يسكتش، لا ده يجيب جون ويعمل اسيست بالجونين اللي جم. عشان نيمار ساعتها يروح كاس عالم هو نجم من نجوم برشلونة.
يروح كاس عام 2010 اللي بطلته مين بقى؟ اسبانيا. يعني هو كده احنا باين قوي ان نيمار ما عملش حاجه. لا ومش بس وكده، ده نيمار اتصاب. نيمار اتصاب في دور المجموعات بعد ما دخل عليه دخله جامده قوي وطلع مصاب، وحرفيا كان ناقص له 2 مللي بس وينتهي حياته الكرويه، تبقى اكبر صفقه في تاريخ برشلونه لحد الوقت دوت، تنتهي حياته الكرويه في كاس عالم بعد بالظبط 6 شهور بس من ما نيمار مضى العقد. دخل عليه قال له يا معلم والله انا عندي خبر ليك حلو خبر ليك وحش. خبر الوحش انك مسيرتك انتهت في كاس عالم، انت خلصت يا معلم، انت مش هتعرف تكمل كاس عالم، وكاس عالم بالنسبه لك بح. فنجم من نجوم البرازيل هو مش موجود معاك. الخبر الحلو انك انت كان ناقصك فعلا 2 مللي وتنهي حياتك الكرويه كلها، ولا بتقول لي كاس عالم ولا تقول لي برشلونه، وحياتك الكرويه كلها انتهت. فقال له يا معلم والله انت نهيتك كاس عالم بس حرفيا ممكن ترجع قدام. برشلونه ساعتها حبت تفكر انها تروح تجيب الام اس ان وكون اول ثلاثي واكبر ثلاثي جه في تاريخ الكوره بالنسبه لي، هو الام اس ان وحكايه سواريز من ليفربول. الثلاثي ده يكسب اول بطوله تشامبيونز ليج ليه قدام يوفنتوس، وتبقى اول بطوله تشامبيونز ليج ليه كان نيمار وبطل القصه بتاعنا. عشان نيمار يبقى هنا شال كتير قوي، إذا كان منتخب برازيل ولا حتى برشلونه، ومن هنا حرفيا تبدا المشاكل. اول مشكله هنا ان نيمار شاف نفسه مش متقدر في برشلونه، وقال لك يا معلم والله بعد اللي عمله في باريس، وحرفيا هو اللي كان سبب من اسباب الريمونتادا، هوب لقى الناس بالصحافه تاني يوم بتتكلم على ميسي وشايله ميسي على الكتاف، ونيمار حرفيا مش موجود في الثلاثي. فقال لك يا معلم والله انا عايز اطلع من عبايه ميسي، وطلع من عبايه ميسي وراح باريس سان جيرمان. تاني مشكلة إن نيمار جه ورا الفلوس. نيمار جه ورا الفلوس وجه ورا الصيت، وإن هو يعرف يشيل فريق لوحده، وده اكتشفنا بعد كده إن هو ما حصلش ولا عمره كان هيحصل، لأن نيمار حاليا تحت الصفر. عشان باريس ساعتها هتروح تجيب نيمار عشان يبقى عندهم ثلاثي قدام، كافاني امبابي ونيمار. الثلاثي ده حرفيا لو كان في أي نادي غير باريس سان جيرمان حرفيا كان هيكسر الدنيا، لولا اللي هو باريس سان جيرمان هو الثلاثي ده مات. تالت مشكلة عندنا هو نيمار في عيد ميلاد أخته. نيمار في عيد ميلاد أخته غاب أكتر من الإصابات اللي اتصابت. نيمار كان كل سنة في وقت معين في دوري أبطال لازم يتصاب ليه يا معلم؟ سبحان الله محدش يعرف. ليه يا معلم يتصاب؟ عشان عنده عيد ميلاد أخته. كانش، ودي مشكلة نيمار هي عقليته، مكانش عنده العقلية الكافية اللي يقول لك يا معلم والله النادي ده محتاجني دلوقتي، فافكس من أي حاجة وأركز مع النادي. كان بيفكس للنادي عشان أي حاجة، حتى النادي اللي هو قال لك يا معلم أنا هروح أركز فيه وأبقى أنا النجم الوحيد اللي فيه، النهائي دوري الأبطال الوحيد اللي راح له كنادي في تاريخه هو نهائي بايرن ونهائي باريس سان جيرمان. بايرن وباريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال نيمار كان اوت خالص، نيمار ما جاش الماتش. نيمار كان داخل اصلا من اوضه اللبس وداخل بيهزر وداخل، على عكس لعيبه البايرن اللي كانت داخله مركزه محدش بيتكلم مع الصحافه. نيمار داخل نازل بيسمع اغاني وعمال يرقص في التانل او في غرفه ملابس او في، طيب ده كله مع النادي. طب المنتخب اللي هو منتخبك يا معلم وانت هتعمل ايه؟ نيمار ساعتها كان اتسحب منه شرط القياده في ماتش كولومبيا بسبب يا معلم انه خد طرد بسبب حاجه غبيه، انه ضرب اللاعب كولومبيا بالكوره في وشه. فساعتها شافوا ان ده لاعب مش كابتن فريق، ده مش قائد، ده مش ما يصلحش انه يكون قائد بالعقليه دي. سحبوا منه الشاره، فانت خسرت النادي اللي انت المفروض كنت نجم فيه، ورحت نادي انت مبقتش موجود فيه حرفيا وبقيت اوت خالص، ورحت المنتخب اللي انت اصلا كنت بتقدم كل حاجه معاه، هوب مبقتش موجود معاهم، وهوب سحب منك شويه القياده بقيتش قائد المنتخب. فنيمار حرفيا كان ضيع كل حاجه منه. نيمار حرفيا قال لك يا معلم بعد كده هبدا من جديد، وراح الهلال السعودي في الاستثمار السعودي الجديد اللي هم بيعملوه عشان يروح الهلال السعودي. نيمار ساعة ما راح الهلال بقى مقضيها كبسة وحفلات وخروجات وإصابات. هو حرفيا بيرجع الملعب عشان يتصاب، عشان يتعافى من الإصابات. يعني هو بيرجع الملعب عشان يتعافى من الإصابات، مش بيروح يتصاب. ويعني انت فاهم ان نيمار حرفيا اتصاب نيمار من كتر ما هو سيء ومش موجود مع الهلال. نيمار اللي كان بيلتحم عليه كورة، نيمار بقى بينط، اي حد يعمل اي تاكل بينط من فوق الكورة
ما بيلمسش الكورة عشان ما يتخش في التحام يتصاب فيه، وبيتصاب برضه. نيمار حرفيا في الهلال ما قدمش ربع الفلوس اللي هو خدها. عقد نيمار مع الهلال، نيمار اتحول من هو بالون دور ماتيريال ونجم برشلونه والهلال وباريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل وسانتوس، حول للاعب حرفيا زي ادريانو وزي لعيبه البرازيل كلها. حرفيا نيمار اتحول من بالون دور ماتيريال للاعب حرفيا لا يذكر ان هو متخاذل بس. فنيمار حرفيا لو جيت صنفت لحد 2010 او لحد 2015 هو فين، هو بالتوب 3. وانا لو جيت صنفته دلوقتي من اول ما بدأ لحد دلوقتي، هو نيمار مش هيخش من التوب 10. فنيمار حرفيا ضيع مسيرته بسبب قراراته وبسبب غبائه وبسبب عقليته. فدي كانت حاجه نيمار الشمشيري، ولو استقرار في عدد جديد اسد ناجد دي منتدى، واتفرجوا على حلقه كلوزه حلوه قوي، واتفرجوا على كل الحلقات هنا وهنا وهنا. سلام.